مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى وصفه مصريه اصيله وهي الحمام. هعملها لكم بطريقتي الخاصه واقول لكم على كل التريكات اللي بتخلي الحمام يطلع لونه تحفه زي ما انتم شايفين، وكمان طعمه يجنن. وبجد الحمام ده من ألذ الوصفات المصريه اللي انا شخصيا بحبها جدا، عشان كده بقى لازم اعمله بمزاج كده واتفنن فيه علشان يطلع بالحلاوه والجمال اللي انتم شايفينه ده. بس طبعا اللي يشوفه يحس ان هو طريقته صعبة، لكن هو بجد مفيش اسهل منه في العمايل، وكمان سريع ما بياخدش وقت خالص. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي الحمام، طبعا بيبقى مغسول ومتنضف كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبعدين ببدأ اكتف الجناحات بتاعته بالشكل ده. باخد الجناح وبرجعه على ورا عشان يبقى ملموم معايا كده ويديني شكل حلو. اول حاجه بحب اعملها بقى للحمام هي اني اتبله واسيبه في التتبيله شويه. والتوابل عباره عن ملح وفلفل وبابريكا وكمان بهارات فراخ وقرفه. وبجيب عندي بقى هنا بصلايه مبشوره، وببدأ كده اضيف عليها التوابل، وبضيف عليها كمان معلقتين من الزيت، وببدأ ادعكها كده بالمعلقة او اي حاجة عندي عشان البصل يطلع المية اللي فيه. وبعدين بضيف عليه ربع كوباية من المية. ودي شكل التتبيلة بتاعتي. بعد ما خلصت هجيب بقى الحمام وهبدأ بقى اتبله كويس بالتتبيلة دي، واحاول اني ادخل التتبيلة كده تحت الجلد ومن جوه، يعني على قد ما اقدر اوصل التتبيلة لكل حتة في الحمامة. هو المفروض اننا بنشتغل في الحمام على طول من غير ما نتبله ولا اي حاجة، بس جربوا الطريقة دي هتفرق معاكم في الطعم جدا. التتبيلة دي هتدي طعم احلى للحمام، وحرفيا هتودي الطعم في حتة تانية. سيبوها كده ساعتين في التتبيلة قبل ما نبدأ نحشيها، وهتلاحظوا بجد الفرق في الطعم عامل ازاي بنفسكم. بعد بقى ما اتأكدت ان الحمامة كلها اتبلت كويس، نزلت عليها شوية التتبيلة الفاضلين كده وسبتها كده على جنب لمدة ساعتين، وممكن كمان تسيبوها من بالليل هتبقى احلى واحلى. ودلوقتي هنعمل مع بعض الحشوة. عندي هنا قوانص، بنزل بالقوانص الاول بقطعها صغير زي ما انتوا شايفين، واول ما تبدأ تتشوح معايا علشان هي طبعا بتاخد وقت اطول في السوا، هركنها على جنب كده في الطاسة. وبعدين هنزل بالكبد على جنب التاني، وهبدأ بقى اقلبهم مع بعض لحد ما يتشوحوا كويس جدا. وبعدين هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، وهجيب بقى التوابل، الملح والفلفل والكزبرة والبابريكا وبهارات الفراخ ورشة من جوز الطيب والحبهان المطحون ورشة من الشطة، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة البودرة. التوابل دي بتبقى حلوة جدا في الحمام. لو مش متوفر عندكم اي حاجة منهم تقدروا تستغنوا عنها. قلبتهم بقى كويس جدا مع التوابل، وبعدين نزلت هنا بالرز. ده طبعا رز مصري مغسول كويس وصفيته كويس جدا. هنقلبهم بقى كده مع بعض لمدة دقيقة ولا حاجة لحد ما الرز يبدأ يسخن معايا كده. وطبعا هتلاحظوا ان كمية الكبد والقوانص كتيرة شوية، وده طبعا لان انا كنت مزودة عليها كبد وقوانص بتاعة الفراخ، لاني بحب طبعا الخلطة يبقى فيها يعني طعم الكبد والقوانص ظاهر فيها كده. اللي مش بيحب طبعا ممكن يقلل الكمية بتاعة الكبد والقوانص شوية. ضفت بقى ربع كوباية من المية، وبعدين هقلب كده في الرز لحد ما يشرب المية كلها وما بقاش فيه اي اثر للمية اللي احنا ضفناها دي. وبس كده الخلطة بقت جاهزة معانا على الحشوة على طول. ده شكلها هو بعد ما نزلتها على النار. باخد بقى شوية كده بشوية علشان ما بهدلش الخلطة كلها، يعني لو فضل منها شوية ما تبقاش فيها زفارة ولا اي حاجة. هجيب بقى الحمامة وافتحها كده من عند الرقبة وابدأ احشيها بالرز زي ما انتوا شايفين كده، واضغط كده على الرز علشان ينزل لتحت كده تحت الجلد كويس جدا. بس اهم حاجة ما نكترش بقى في الحشوة عشان الحمام ما يفرقعش مننا واحنا بنسلقه، يعني نخلي كده فيه براح علشان ما تفرقعش مننا في قلب المية. هجيب بقى الحمامة من تحت كده وابدأ احشيها بالرز برضو، وبعدين هندي الفتحة اللي انتوا شايفينها دي وهبدأ ادخل الرجلين بالشكل ده. وبس كده، مش هخيط ولا هعمل اي حاجة، هي كده خلاص هتقفل اول ما احطها في المية، ومن غير خيط ولا اي حاجة. بنفس الطريقة اهو زي ما انتوا شايفين. بفتح كده من عند الرقبة وابدأ احشي الحمامة بالرز، وبدخل بقى الرز كده بالراحة بايدي علشان ينزل تحت الجلد كويس، وما بنضغطش قوي علشان ما تفرقعش مننا او الجلد يتقطع مني وانا بحشيه. بالراحة كده يعني علشان نفضل محافظين على الحمامة وعلى شكلها. وبعد بقى ما بخلص وحشيها من فوق كده بقلبها على الناحية التانية من تحت، وببدأ بقى احشيها بنفس الطريقة برضو، بس منكترش برضو الرز علشان ما يبقاش مكبوس معانا كده ومش هيبقى لطيف خالص.
وبنفس الطريقة في الفتحة اللي تحت دي ببدأ ادخل الرجلين بكل سهولة. وبس كده هنضف بقى الحمامة من اي رز عليها، وممكن نجيب حتة كده من الكبدة او القنصة اللي احنا عملناها دي في قلب الخلطة ونحطها من تحت، هتقفل معانا المكان ومش هيخرج منها الرز ابدا. خلصت بقى كل الكمية بتاعتي. عندي هنا حمامية عايزة اوريكم ان هي مقطوعة كده من فوق من عند الرقبة، فمفيش اي مشكلة هنعالجها. بنجيب خلة كده ونبدأ ندكك فيها الخلة، يعني كأننا بنخيطها كده. وبس كده هنبدأ نفرد الجلد شوية على الخلة كده، وبس كده خلاص قفلنا الجزء المفتوح ده ومش هتفك مننا ابدا. وسبت فيها الرقبة علشان تمسك المكان شوية. وبس كده تعالوا بقى اوريكم لو الحمامة مقطوعة من تحت ومش هنقدر ندخل فيها الرجلين، مش هنخيطها برضو يا جماعة، برضو بنفس الخلة دي، وهنبدأ ندكك فيها الجلد بالطريقة دي. وبعدين هنجيب بقى الرجل من هنا ونبدأ ندخلها في الخلة بالشكل ده، والرجل التانية بنفس الطريقة. وبس كده من غير ما نخيط ولا اي مجهود خالص، سهلة مفيش ابسط من كده، ومفيش اي حاجة هتوقفنا. الجيش قالك اتصرف. وبس كده الحمام جاهز معايا على السلق. هنجيب بقى الحلة ونحط فيها المية ونسيبها لحد ما تغلي كويس جدا، ضروري انها تغلي كويس جدا. وبعدين هضيف فيها عود قرفة وحبهان وكزبرة وكمان فلفل اسود وملح وبهارات فراخ وشوية كده صغيرين من الزعتر المجفف. وبعدين ضفت بصلاية وكمان طماطمية متقطعين على 4 كده. واول ما بدأت تغلي معايا كويس نزلت بقى بالحمام. بسيب بقى الحمام كده يغلي غلوتين على اعلى نار، وبعدين بهدي النار لحد ما يستوي. ونخلي بالنا طبعا لان هو ما بياخدش وقت خالص في التسوية، نص ساعة او اقل كمان وبيبقى استوى. زي ما انتوا شايفين اهوت، دي الحمامة اللي كانت فيها الخلة، شلتها كده وخدتها. وبعدين بحاول ادخلها كده في الحمامة، بتدخل معايا بكل سهولة علشان اتأكد ان هي مستوية كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين الحمامة لا فرقعت ولا اي حاجة، لسه محافظة على شكلها زي ما هي. بس كده تعالوا بقى لكم على السر في اللون اللي انتوا بتشوفوه، هو القشطة. هجيب كده علبة قشطة، بس طبعا مش هاخدها كلها، انا باخد معلقة صغيرة على كل حمامية كده، وببدأ ادهنها بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده، بغطي الحمامة من كل اتجاه بالقشطة. وهو ده بقى السر في الطعم والريحة واللون اللي انتوا بتلاقوها في الحمام، مش هتدقوها في حتة تاني ابدا، بجد هتفرق معاكم جدا في الطعم، وكمان هتدي للحمامة لون حلو جدا جدا. ودلوقتي هبدأ بقى احمر الحمام. عندي هنا شوية من الزيت ومعاهم سمنة بلدي، يعني ميكس ما بين السمنة والزيت علشان السمنة ما تتحرقش مني بسرعة. بضيف لها كده شوية من الزيت، وبعد ما اتأكد ان الزيت سخن كويس بنزل على طول بالحمام وبقلبه كده على كل اتجاه علشان ياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى يا جماعة اللون طالع حلو ازاي؟ بجد تحفة. ومش قادرة اوصف لكم بقى الريحة عاملة ازاي، يعني ريحة القشطة مع السمنة كده عاملين ريحة جامدة. وبكده بقى الحمام بقى جاهز معانا على التقديم، وطبعا ده لازم يتاكل وهو سخن، ما بنستناش عليه لحد ما يبرد، يعني بنحمره قبل التقديم على طول. وتركة مهمة بقى يا جماعة هتفرق معاكم، لما الحمام يتسلق بنخرجه على طول من الشوربة، علشان لو سبتوه قاعد في الشوربة كتير هتلاقوا الحمامة اتهرت وكمان الرز هيعجن منكم. فطلعوه على طول كده بعد ما يستوي في مصفى يصفي الشوربة اللي فيه، حتى لو مش هتحمروه دلوقتي. بصوا شوفوا الحمامة مستوية جدا وكمان الرز مستوي. شايفين الحمام من عند الصدر مستوية ازاي، وفي نفس الوقت يعني الحمامة متماسكة ومحافظة على شكلها كده، مش مهرية في ايدينا ولا اي حاجة. تعالوا شوفوا كده التفاصيل اكتر من جوه. بصوا شوفوا اللحمة بتاعتها دايب ازاي، بجد تحفة. وبجد لو جربتوا الطريقة دي هتاكلوا احلى حمام في حياتكم. ركزوا بس في التفاصيل اللي قلناها والتركات وهو هيطلع معاكم حلو جدا. وبس خلاص كده عملنا احلى حمام. زي ما شفتم الطريقة سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة صعبة، واي حد يقدر يعمل الحمام بكل سهولة حتى لو لسه مبتدئ وملوش في المطبخ قوي، وهيطلع معاه تحفة زي ما انتوا شايفين كده. جربوه بقى واتمنى يعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.